احلى جودة فطير هتاكلها في حياتك، مليان حشو وباظظ من كل حتة وخاماته نضيفة وبالسمنة البلدي. عند القلاع سلطان الفطير من سنة 50 و60، علم من اعلام الفطير في اسكندرية، وسمح لنا نصور الاوردر وهو بيتعمل، والاستاف كله محترم وخبره كبيره جدا. عمل لنا مشكل اللحوم بقى، ويفرد العجين ويطوح يا شيخ، وينزل بكميه صدق رهيبه مع البسطرمه والخضار، وعليهم ميكس الجبن المميزين بيه، وده اصغر حجم عندهم، وتطلع بمسحه السمنه. وقطع يا عبد السلام اللي هيغادر الفريق الاحتراف في السعوديه، حتى انت يا عبد السلام. نيجي لفطيرة الفراخ، وشكل الفراخ نضيف، ويفرد العجين ويطوح الشيف، وينزل بالجبن وشرايح الفراخ وعليها الخضار وميكس الجبن، وتدخل الفرن وتطلع من الشيف رامي، ويوزع على عبد السلام هلا هوبا. وقطع يا عبد السلام، ومنظر الفطيرة يجوع الصراحة. الفطيرة عند القلاع بينزل في قلبي مش في معدتي، حاجة اخر جمدان. ونيجي بقى للحلو، حكاية ورواية. والسمنة البلدي تنزل على الفطيرة المحشية كاستر ورص يا معلم، وانزل بالنوتيلا، غرق الفطيرة، ومن النص التاني لوتس وبودر وبسكوت بقى كمان. بجد فطيرة حلوة تقيلة جدا. فطيرة المشكل اللحوم مليانة حشو وجبنات بشكل فظيع مع فطيرة الفراخ. ونفتح بقى ونشوف الفطيرة عند القلاع بيقول ايه. الاتنين حجم صغير، بس لو راجل خلصها لوحدك. ويدخل ناصر على مشكل اللحوم. الفطيرة مخدومة جدا، واللحوم والبسطرمة بتدوب في البق، مفيش حدقان، والطعم مفيش كلام عليه. بجد العشاق الجبن الميكس الجبن عالي قوي قوي في الفطيرة عندهم. الفراخ بقى كنت بقول انها مش هتعجبني، بس بصراحه لقيتها حلوه، والتتبيله جميله، والفراخ نضيفه، بس الزيتون كان محدقها سيك. بنشكر الاستاف كله على حسن الاستقبال، عم صبري ورامي وعبد الستار. تجربه تحفه، وهتتكرر اكيد كتير تاني. ونشوفكم في تجربه جديده مع المطعمجيه.